خيرت الشاطر، بداية أتحدث معك عن بعض الإشاعات التي تحدثت عن القبض عليك. الو، نعم. لا هذا الكلام طبعا غير صحيح. نعم. اولا في البدايه انا بس من خلالكم بوجه الشكر للشعب المصري كله على حيويته وعلى وعيه وعلى انتباهه للمخطط الشرس اللي بيتم الان بهدف ارباك المشهد السياسي المصري. فالحمد لله الشعب بعد ما تمكن من تكوين المؤسسه الاولى المنتخبه وهي مؤسسه البرلمان تعرضت لنكسه الان، والشعب كله عن رفضه لحل هذه المؤسسه الان في ميدان التحرير. وايضا الاوليه اللي بتؤكد فوز مرشح حزب الحريه والعداله لاول مره رئيس منتخب انتخاب حقيقي. ففي مقابله هذه المواقف الجديده اللي بتمثل خطوات رئيسيه على طريق تكوين نظام سياسي ديمقراطي وطني يعبر عن مصالح المصريين، هناك اطراف عديده تحاول افساد هذا المشهد، باقي المشهد السياسي، بتحاول تخلي مخاوف ولاده النظام السياسي الجديد ولاده صعبه ومتعثره. بتحاول كل ما اوتيت من قوه انها تعيد انتاج نظام مبارك السابق ولو بشكل محسن او معدل بعض الشيء. فجزء رئيسي من الوسائل اللي بتستخدمها حمله شرسه من الشائعات السوداء على مدار وعلى مستوى ربوع جمهوريه مصر العربيه كلها في كل المحافظات، وليست شائعه واحده ولكن شائعات تشكك في النتائج، شائعات تتحدث عن اعتقالات، شائعات تتحدث عن مرض، شائعات تتحدث عن فرض احكام عرفيه. المعلومات بتاتينا من كل المحافظات، الشائعات تتردد بهذه الطريقه. وانا رؤيتي لهذه العمليه بانها لاحداث اكبر قدر من الارباك للمشهد السياسي المصري وافساد عمليه التحول الديمقراطي الحقيقي وحرق الارض بين تسليم السلطه للرئيس المنتخب. فانا بطمن بنا كله في كل مكان في مصر وفي العالم كله بانه احنا واعيين لهذه المخططات ونعمل لفتحها وكشفها، وانها لن تؤثر في معنوياتنا ولا في معنويات الشعب المصري وكل الشرفاء والوطنيين والثوريين والسياسيين وكل التيارات الشعبيه المصريه خطه كلها الان على قلب رجل واحد وتسعى بكل ما اوتيت استكمال مسيره الثوره وتحقيق اهدافها. يطمئن اصحاب هذه الوسائل الرخيصه انها لن تفت في عصر ولن تمنعنا من استمرار السعي بهدف تحقيق ثورتنا ان شاء الله. وده مش معنى كده ان احنا بندعو للصدام ولا ان احنا جايين نتكلم على تصفيه حسابات او انتقام، لا، احنا بندعو لمصالحه وطنيه كبيره واسعه، نظام سياسي جديد يستوعب كل اطراف المشهد السياسي المصري، كل أطراف الشعب المصري وتياراته السياسيه والدينيه والاجتماعيه والاقتصاديه، بهدف احنا نعبر ببلدنا الى بر الامان ونخرج من الازمه الحقيقيه. احنا ضد تخوين اي طرف، احنا ضد اذكاء روح الصراع، احنا بنؤكد على تقديرنا للقوات المسلحه المصريه وانها مؤسسه وطنيه كريمه وشريفه حريصه على الدفاع عن الامن القومي الخارجي والداخلي. نعم. طيب مهندس، ان طرف يقصي طرف اخر، ولكن من وصول الى حاله من حالات المصالحه الوطنيه والتوافق الوطني تحقيق الاهداف الثوره المصريه. نعم. طب مهندس خيرت، انت ذكرت بنفسك ان هناك حرب من الشائعات، هناك ايضا يعني الشائعات التي تقول الان انه كان من المفترض ان يكون دكتور سعد الكتاتني الان على في موعد مع احدى الفضائيات ولكنه اعتذر لانه الان في مقابله ربما مع العسكري، وفي قول آخر ربما مع المخابرات المصرية، لأن هناك نوع من التفاوض الآن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهناك نوع أيضا من الضغط بعد الإعلان من حملة شفيق أن هناك فوز للفريق شفيق على حساب دكتور محمد مرسي. اولا بالنسبه لقضيه نتائج الانتخابات اللجنه العليا تنتج النتائج النهائيه ان شاء الله تعالى، ونحن متاكدون تماما من موقفنا. فنحن لن واحنا في كل الاحوال المساله الديمقراطيه مساله مفتوحه، الشعب يختاره، احنا بنرحب بيه
واحنا متاكدين ان نختار الدكتور مرسي بالاغلبيه، لانه عندنا صور معتمده من محاضر فرق الفرعيه ال 13000 على مستوى الجمهوريه، وتم تجميعهم اكثر من مره وجابوا النتيجه اللي اعلنت. وايضا لما العامه اتعملت على مستوى الجمهوريه برضه ناس ثانيه جمعتها غير الاول وطلعت نفس النتائج، ودي نفس النتيجه اللي اعلنتها الهيئه المستقله من قضاه من اجل مصر. فمساله النتائج احنا ما بنحتاجش قلق من ناحيتها، ما بنعيش في حاله ضغط. لما الشعب بيختارنا بنبقى عارفين ان هيدوا مسؤوليه، لو ما اخترناش ما عندناش مشكله، فما احناش هنقع تحت ضغط في اي ظروف. انا ما عنديش فكره دلوقتي الدكتور الكتاتني فين، ما اتصلش بيه النهارده، انا ما اتصلش بيه، هو بيتحرك بشكل مستقل كرئيس لمجلس الشعب وبيعمل اجتماعات كتيره مع النواب والكتل البرلمانيه المختلفه وبيحددوا اجراءاتهم. انا مش متابع التفاصيل دي، ما اعرفهاش لانه ده موضوع يخص البرلمان. طيب فيما يخص نعم. طب مهندس خيرت، يعني فيما يخص مساله ان هو يروح الجيش، يروح المخابرات، يروح رئيس الحكومه، يروح اي حاجه، ده شيء طبيعي جدا، مش شيء سري لو حصل عشان يخبيه هو او غيره، لان ده رئيس بيمثل مستوى معين داخل الدوله من ناحيه البروتوكول ومن الناحيه الشرعيه، وهو رئيس المجلس الوحيد المنتخب شرعيا في مصر قبل انتخابات رئيس الجمهوريه والاعلان الرسمي عن النتيجه. وبالتالي في حاله مقابلته لاي حد ده مش موضوع هيخفيه، وفي نفس الوقت حاجه ما تعيبوش ولا تعيب غيره انه يتواصل مع الاطراف، مش مع اسكاء الروح الصراعيه في المجتمع المصري. احنا مع روح المصالحه والتفاهم والحوار المفتوح كوسيله رئيسيه مع كل الاطراف. هذا اللي بيخوف بعض اعضاء الحزب الوطني مننا، بنقول لهم لا، احنا بنتكلم كمصريين، ما بنتكلمش كتيار سياسي. احنا الان ثوره عايزه تبني كلها. طيب بنمد ايدينا لكل الاطراف. طب مهندس خيرت، يعني اسمح لي، إذا كان من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بينكم وبين كل الأطراف، وبما أن هناك إعلان دستوري مكمل، فأيضا من الطبيعي جدا أن يكون هناك تواصل بينكم وبين المجلس العسكري لاتخاذ موقف محدد، أو يعني يكون هناك اتصالات حول هذا الإعلان الدستوري. هناك معلومات مؤكدة أن هناك اجتماع بالأمس مع المجلس العسكري. نعم. رئيس البرلمان ده الواجب عليه أنه يتواصل مع المجلس العسكري ورئيس مجلس الشورى وممثلي الحزب والاحزاب الاخرى وكل القوى السياسيه، لا نريد طرح المساله بانه ما يصحش ان الناس تتقابل، ده الاصل انها تتقابل، والحوار هو الوسيله الوحيده لخروج مصر من المأزق الحالي اللي هي موجوده فيها. هذا جيد جدا مهندس خيرت، ولكن هل بالفعل تواصلتم، وهل هناك اي نتائج حتى الان؟ والله التواصل مستمر مع كل القوى السياسيه ومع كل الاجهزه الحكوميه ومع المجلس العسكري، وحتى الوصول لشيء محدد بالتاكيد. اذا كان انت النهارده بتقولي سيادتك ان الدكتور مرسي كتاتني هاتف مع بعض هذه الاجهزه، انا ما عنديش معلومه، لانه ده الوضع الطبيعي ان هو يعمل ويروح. فلو وصل لشيء بالتاكيد لان احنا بنسعى لتحقيق مصلحه مصر، ونثق في القوى الوطنيه والتيارات المختلفه ان ده برضه سعيها وده هدفها. نعم. طيب إذا مهندس خيرت، يعني ما هي القوى السياسية الأخرى التي تواصلتم معها؟ وإذا كان هناك تواصل بينكم وبين المجلس العسكري، هل هناك أي نتائج ملموسة؟ أنا بالنسبة للقوى السياسية يعني على مستوى اللجنة التأسيسية اجتمعت بالأمس تفكر في تدريب أمورها، ودي بتمثل معظم أطياف السياسية في مصر. هذا نوع من التواصل. أيضا على مستوى الحزب يوميا بيتواصل مع الأحزاب المختلفة، مع كل القوى السياسيه اللي موجوده في البرلمان وفي مساله التواصل ليس مقصودا بها طرف بعينه، ولكن التواصل والتفكير والحوار مع كل الاطراف بهدف الوصول لحلول للخروج من المأزق السياسي المصري. نعم. طب مهندس خيرت، يعني اليوم هناك مليونيه رافضه لهذا الاعلان الدستوري المكمل. ما هي الخيارات أمامكم في حال عدم الاستجابة من جانب المجلس العسكري لأي نوع من الاتفاق حول هذا الإعلان؟ ما هي الخيارات أمامكم؟ الخيار ليس أمامنا فقط، احنا الآن نتواصل مع القوى الثورية والسياسية ولما تم الاتفاق على هذه المليونية تم الاتفاق عليها مع عدد كبير من هذه القوى. الخطوة القادمة تعالى تبقى برضه بالتوافق مع هذه القوى، فأنا لا أستطيع الحديث عن محدد الآن،
لان دي هتبقى نتيجه تقرا عليه الحوار مع الدكتور. نعم. طيب مهندس خيرت، اسمح لي فيما يخص مسألة حل البرلمان، دكتور محمد البلتاجي أعلن اليوم من على أحد المنصات بميدان التحرير أن البرلمان سيمارس صلاحياته كاملة بدءا من الأسبوع المقبل، وأن الرئيس سوف يقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان. كيف تعلق على ذلك؟ وأيضا ما هي الخطوات من جانبكم فيما يخص قرار المحكمة الدستورية؟ يعني انا لا احدد المواقف بناء على التصريحات الثوريه في ميدان التحرير فقط، مع احترامي طبعا للبلتاجي ولكل من يصرح او يعلق. نعم. مساله مرتبطه بانه القضايا السياسيه بيبقى في اليات لحلها. كان الدكتور الكتاتني واللجنه التشريعيه بالامس شافت انه قرار الحل منعدم قانونا، وانه ملوش اساس دستوري ولا اساس، وفي مجموعه من الاجراءات القانونيه اتفقوا على اتخاذها، والان المليونيه بتطالب كنوع من الضغط الشعبي، وربما تحدث بعض الاتصالات مع الاطراف المسؤوله في الدوله او في المجلس العسكري زي ما انت ذكرت دلوقتي الدكتور الكتاتني، وده امر متوقع بهدف محاوله الوصول لحل. الحل يكون اللجوء لمجلس او لمجموعه الفتوى في مجلس الدوله على اساس ان هي تقول تفسير الحكم من المحكمه الدستوريه، لانه كثير من اهل القانون بيقول ان المحكمه ليس من حقها اصدار قرار بالحل، هي اصدرت حكما يتعلق بدستوريه او عدم دستوريه بعض فقرات القانون، لابد من جهات اخرى تاخذ القرار. الاعلان الدستوري اللي تم الاستفتاء على اجزاء منه مارس الماضي لم يحدد الجهه اللي من حقها تاخذ هذا الحكم ويتعامل ازاي. فالوضع الطبيعي ان مجلس الشعب هو المؤسسه المنتخبه، فهو ينعقد او بيتعامل من خلال اليات مختلفه يشوف هيعمل ايه في ده. فامبارح الدكتور الكتاتني او النهارده وحول لاداره الفتوى والتشريع في مجلس الدوله ومنتظرين تفسيرها. فاذا مش مساله فرض امر واقع او مساله امر بامر الواقع، ولكن احنا بنتعامل مع المساله تعامل بشكل واضح ومحدد، وفي ضوء التطورات الجايه هنشوف الخطوه الجايه ان شاء الله. نعم. اخيرا مهندس خيرت، يعني كيف تعلقون اليوم على حمله الفريق شفيق بانه هو الفائز؟ والله احنا متاكدين من الوثائق اللي موجوده، وحتى نثبت للناس باننا نتحدث من على ارض صلبه. صورنا كل محاضر اللجان العامه، الحمله قامت اليوم بكده، حمله مرسي صورت المحاضر بتاع اللجان العامه على مستوى الجمهوريه وضبطها في وتم توزيعه على الاعلاميين والصحفيين، وهو متاح للجميع لمن يرغبه، واي انسان بآلة حاسبه هيجمعه هيجد انها من نتائج صحيحه. اما ما قالته حمله شفيق فتسال هي عنه لانه مخالف للواقع وللمعلومات الموثقه الموجوده من خلال المحاضر الفرد الرسميه اللي موجوده تحت ايدينا. نعم. طب مهندس خيرت، يعني اخر الشائعات، وانت بالفعل تعترف ان هناك حرب من الشائعات، هي الاصوات الباطله التي حسبت لدكتور محمد مرسي، كيف تعلق على ذلك؟ لا يوجد اي اصوات باطله حسبت، ومحاضر اللجان الفرديه، محاضر الفرد للجان الفرعيه واضح الموضوع فيها، معروف الاصوات بتاع الدكتور مرسي الفريق احمد شفيق، والاصوات الباطله في كل محضر فرعي موجود. انما الان لكن من يتحدث الان عن يعني 800,000 صوت باطل. اصوات الباطله لم تحسب للدكتور مرسي، ده كذب وافتراء وغير صحيح. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي المهندس خيرت الشاطر، النائب نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين. شكرا جزيلا لك.